ممثلة جمعية أولياء التلاميذ السيدة فتيحة باشا، أهلا بك، مساءك سعيد. أهلا بكم أخي الكريم وأهلا بالضيوف الكرام. شكرا لك. إذا تابعت ككل الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو لهذه المعلمة التي قدمت درسا حول القيم وقامت بتصوير التلاميذ في القسم. ربما تعليقكم الأول حول هذا الفيديو قبل أن نتحدث عن فتح تحقيق من قبل وزارة التربية الوطنية. والله أخي الكريم باش نكونوا صراحة يعني إذا تسمح لي أولا نقدم يعني احترامي للزميل اللي راهو معك في البلاتو، ولكن نقول له أن أولياء التلاميذ عندما يتدخلوا في أمر ما ويكون يعني يخدم مستقبل التلميذ أبنائنا اللي هم أبنائنا، نعم. يعني احنا ما نكونوش ندخلوا في أمور لا تعنينا. نعم. يعني هذا يعني للزميل اللي راهو في البلاتو، ولكن عندما نشوف أخي الكريم في كل دول العالم وحتى هنا في الجزائر هناك قوانين، يعني قوانين لحماية واحترام حرم المؤسسات التعليمية. نعم. التربوية، العائلات التربوية داخل المؤسسة وأبنائنا المتمدرسين. إذا نحن كأولياء وكجمعيات لأولياء التلاميذ إذا اليوم نحن قلقون لمثل هذه المشاهد. أنا ما نقولش أن كل شيء يعني يكون على شبكات التواصل يعني شيء غير واقعي أو يعني خطر ولكن هناك أخلاقيات في استعمال هذه الشبكات. إذا هذه التصرفات احنا كأولياء تقلقنا، وخاصة عندما تجي من طرف أساتذة معلمة واللي تكون هي من المفروض أن تقدم المثل باحترامها للقوانين وخاصة لحقوق الطفل. هنا أخي كريم أين حق الطفل التلميذ؟ هل أخذ يعني نروح ليه نقول له هل يعني ناخذ لك صوره ونحطك فيسبوك ولا هل الاولياء هنا يعني سون داكور باش يشوفوا اولادهم على شبكه التواصل الاجتماعي؟ اذا نحن نعود لقطاع التربيه اخي كريم، هذا قطاع حساس وحساس جدا، يجب على كل القائمين عليه ان يحترموه ويحترموا القوانين. ليس من هب ودب يقوم باي شيء، هناك يعني مسؤولون على هذا القطاع. لكن الأستاذ صادق الزيري قال لا يوجد نص يعاقب على ذلك. أخي الكريم عند دخول التلاميذ في بداية السنة يقدم لهم قانون داخلي هكذا فيه عدم استعمال الهواتف النقالة داخل قاعات التدريس. إذا عندما نقول هواتف نقالة ما تكونش داخل قاعات التدريس، إذا اليوم هذا الطفل من الابتدائي يشوف أستاذة تقوم بأخذ صور، يعني أنا ما نشوفش برك هذه الأستاذة ياخذوا يعني صور داخل المؤسسة وتقوم بدرس. أنا يعني شفت في الفيسبوك يعني في شبكة التواصل ما شفتش أستاذة تلقي الدرس للتلاميذ، أنا شفت أستاذة تلقي الدرس للمجتمع، يعني تعطي درس للمجتمع لأن التلاميذ كانوا موراها. وفي القانون يعني في الثوابت يعني المضبوطة داخل القسم الأستاذة تقابل التلاميذ والتلميذ يكون يعني من هذا فيما يخص إدارة ظهرها للتلاميذ، لكن ربما المحتوى الكل يعني أغلبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعجبوا بالمحتوى، وكما قلتي أنه المحتوى كان موجه لكل المجتمع الجزائري. أعطيك صح أخي كريم. إذا أين حق التلميذ؟ أين حق هذا التلميذ اللي كان جالس وراها؟ لكن التلاميذ كذلك أستاذة فتيحة باشا أستاذة، حتى التلاميذ كانوا يرددون معها يعني. أنا معك أخي كريم، ولكن هل كانت en face des élèves؟ هل كانت en face elle voyait qu'est-ce qui se passait derrière elle؟ أنا هنا تلميذي ابني أنا نكون قلقة. في الابتدائي أطفال يعني في سن حرج وحساس، الأستاذ يقوم هنا لازم تكون أوفاس دو سيزيلاف، تقوم بدرسها، عندها أشياء يعني عندها قانون يعطيها أولويات وصلاحيات كيفاش تقوم بهذا الدرس. أنا اليوم نتحدث باسم الأولياء أخي الكريم. نعم. أنا ما عندي حتى حرج بأي أشياء. أنا عندي شيء نقوله اليوم كجمعية وطنية لأولياء التلاميذ، يستعملوا التكنولوجيا في إطار توعوي لأبنائنا كيفاش يستعملوه في المستقبل بطريقة إيجابية. راكم سمعتوا فضائح البكالوريا بالغش كيفاش استعمل أخي الكريم. إذا اليوم كيفاش نعطي درس للتلميذ إذا كانت الأستاذة تستعمل الهاتف النقال وتعطي درس والتلاميذ وراها؟ يعني ماذا عن المحتوى؟ ماذا عن المحتوى أستاذة؟ ماذا عن المحتوى الذي قدمته؟ أنا أخي الكريم أنا
انا ماشي قضيه محتوى ولا انا الاستاذ يقابل التلميذ. ربما الشكل طغى على المحتوى. والله يعني كل واحد كيفاش راح ياخذ بالنقطه تاعو. انا نتحدث من اسم الاولياء. انا اليوم ابني نقول لك، انا اليوم ابني اذا كان في هذا السن الحساس انا ما نقبلش تكون عنده استاذه تلقي الدرس بالظهر وما يكونش على شبكه التواصل الاجتماعي. اخي الكريم لازم نعطوا حق التلميذ. اين حقوق التلاميذ؟ نعم استاذه، حقوق التلاميذ ابقي معنا. والله يا اخي نحن نعم نقول ان التدريس فن، ولكل مدرسه وللمدرسه نظامها الداخلي. نحن لسنا ضد التعليم ان يكون فن ويكون على يعني يواكب العصرنه، ويكون يعني احنا نتمناو لكل ابنائنا ان يواكبوا العصرنه ويعني ويمشوا معاه يعني للافق ان شاء الله. خاصه انه استاذه فتيحه باشا يعني نعم لو سمحتي فقط، يعني التلميذ الان الجزائري كما يسمى بتلميذ الجيل الثالث، يعني يعرف كل تقنيات الجيل الثالث. يعني شوف اخي الكريم، لو كانت المدارس الجزائريه يعني من الابتدائي من التحضيري يعني كلها بتقنيات التكنولوجيا الرفيعه كما راهم يواكبوا بعض الدول العالميه، يعني راهم يعني هاربين كما نقولوا. احنا ما ارانا مع التكنولوجيا والتواكب يعني نروحوا مع العصرنه، ولكن وتكون عندنا ثقافه استعماله بطريقه الايجابي. ولكن اليوم يا اخي الكريم الشبكات التواصل الاجتماعيه، يعني عندما نشوف استاذه في الطور الابتدائي نعم المحتوى رائع، ونشوف عنا الحب المواطنه وكيفاش يعني نغرس هذا الحب في ابنائنا. يا اخي الكريم الاستاذ رانا معاه احنا في القان الدرس بطريقه يعني بطريقته ويلحقها ويوصلها بطريقه ايجابيه لابنائنا وحب المواطنه. ولكن لماذا على شبكه التواصل الاجتماعي؟ هل كل هذوك الاطفال يعني الاولياء يعني هما يسون داكور بور كو لور زونفون يعني يجب طلب ترخيص مسبق من قبل الاولياء؟ لازم تكون عندها هذه الثقافه يا اخي. مش روح اخذ صوره في المدرسه تكون اذا التلميذ اليوم يروح للمدرسه ياخذ صوره الاستاذه وتلقاها غد من ذاك ما في شيء اذا هذاك التلميذ معرض للخطر. اذا نروح نعاقب الوالي ما ربيتش ولادك وما علمتوش كيفاش يستعمل الهاتف النقال. لا، هذه التصرفات اللي يخلوا ابنائنا يمشوا في الخطا. اذا احنا كراشدون احنا اللي نمدوا العبره يا اساتذه، مدوا العبره للابناء. عندما نقولوا ان الهاتف النقال داخل القسم ممنوع، اذا كيف الاستاذ يستعمله؟ كيف الاستاذ؟ اذا لازم يكون يصرح به ويصرح قانونيا للاستاذ، ولكن يعاقب التلميذ عليه. اذا هنا نكونوا صراحه، ماشي نقولوا شيء ونناقضوا عليه. اذا يا اخي الكريم احنا مع التواكب العصرنه مع التكنولوجيا، ولكن لازم ناخذ حذرنا من هذه الاشياء. اذا هاد الاطفال اليوم لو كان الاباء يعني يشوفوا ابنائهم بهذيك الطريقه يا هل ترى ابنك هكذاك تقبل غير ما صرحت به اخي الكريم. احنا هذه النقطه بس اللي زعجتنا وتقلقنا اليوم. خلوا مدارسنا يا ناس، خلوا مدارسنا يكونوا منضبطين، يمشوا على احترام الحرم المؤسسات. احنا ما راناش ضد العلم يكون بطريقه الفن او القاء الاستاذ. احنا الاساتذه تاج فوق رؤوسنا، ولكن لازم كل استاذ يعرف يلقي درسه بطريقه جيده لابنائنا. ونتمناو لابنائنا يا اخي الكريم انهم يواكبوا العصرنه ويكونوا من الاجيال الراقيه في المستقبل. شكرا جزيلا لك يا الاستاذه فتيحه باشا ممثله جمعيه اولياء التلاميذ.